مساء الخير مشاهدينا واهلا بكم بتحليل صورة الساتيل، حيث نلاحظ أجواء غير مستقرة بالأطلس الكبير، كما نلاحظ سحب منخفضة بالسواحل الوسطى. غدا بحول الله سيكون الطقس نسبيا حار بالشرق بالجنوب الشرقي، وكذلك بأقصى الأقاليم الجنوبية وبشمال المملكة. يتوقع تكون سحب منخفضة كثيفة مع ضباب بالسهول الأطلسية، كما ستكون السماء غائمة مع نزول قطرات متفرقة بالأطلس المتوسط. هذا وستهم قطرات مطرية جد ضعيفة، ستهم منطقة السيس مع هبوب رياح قوية نسبيا ورفع بعض الزوابع الرملية بمنطقة الشرق وكذلك بالأطلس. درجات الحرارة خلال الليل ستتراوح مقاييسها ما بين 14 درجة ببلمان، 13 درجة بإفران، 18 درجة بالرباط بالدار البيضاء وكذلك بمدينة الجديدة، 20 درجة بوجدة، ناظور، الحسيمة وكذلك بطنجة وبمدينة تونات. ودرجات الحرارة خلال النهار ستسجل 29 درجة بمدينة فاس، 28 درجة بمكناس، 38 درجة بفيكيك، 34 درجة ببعرفة ووجدة، 29 درجة بتطوان وكذلك بمدينة وزان، و27 درجة بخريبكا، فيما يرتقب تسجيل 30 درجة بخنفرة. بوسط المملكة يتوقع دائما تكون سحب منخفضة كثيفة مع ضباب بالقرب من السهول الأطلسية، كما ستهم قطرات مطرية جد ضعيفة ستهم السواحل، وستهب رياح قوية نسبيا مع رفع بعض الزوابع الرملية بالجنوب الشرقي للمملكة. بالجنوب الشرقي وبالرشيدية ستصل درجة الحرارة خلال الليل ستصل إلى 21 درجة، 24 درجة بأرفود، 25 درجة بزاغورة، 23 درجة بطاطا، 17 درجة بترودانت، و19 درجة ستسجل بأكادير، 16 درجة بالصويرة سيدي إفني وكذلك بمدينة بلبيم. ودرجات الحرارة خلال النهار ستتراوح ما بين 34 درجة بمدينة ورزازة، 29 درجة ببن مدلال وبمراكش، 24 درجة ستسجل بأسفي. بشمال الأقاليم الجنوبية ستهم قطرات مطرية جد ضعيفة السواحل مع سماء قليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، كما يظهر درجات الحرارة بالزاك خلال الليل ستصل إلى 15 درجة، 19 درجة بسمرة، بكرة، عقلة الزمور وكذلك بوجدور. ودرجات الحرارة القصوى ستسجل 23 درجة بطنطان، 26 درجة بطرفاية، 28 درجة بالعيون، و33 درجة مرتقبة بكل من السمارة وببكرة. بأقصى الأقاليم الجنوبية أجواء دائما مستقرة مع سماء قليلة السحب إلى صافية، كما نلاحظ درجات الحرارة خلال الليل ببئر أنزران ستصل إلى 19 درجة، وستسجل كذلك بالدخلة 18 درجة بالكويرة، و21 درجة بأوسرد. وبأوسرد ستصل درجات الحرارة خلال النهار إلى 37 درجة، 34 درجة ببئر أنزران، 25 درجة بالدخلة، و28 درجة بالكويرة. وعن حالة البحر سيكون بالواجهة المتوسطية سيكون قليل الهيجان إلى هائج بعلو مترين، بسواحل البغاز سيكون قليل الهيجان، وبسواحل الأطلسية ما بين طنطان والدخلة سيكون هادئ إلى قليل الهيجان، بباقي السواحل سيكون قليل الهيجان إلى هائج. المد بمدينة الرباط سيكون في تمام 3 صباحا و32 دقيقة، وفي تمام 3 عشية و52 دقيقة. الجزر في تمام 9 صباحا و36 دقيقة، وفي تمام 10 ليلا و8 دقائق. شروق الشمس بالرباط في تمام 6 و17 دقيقة، وغروبها سيكون على الساعة 8 و38 دقيقة. وبالنسبة لتوقعات الأيام القادمة يوم السبت بحول الله سيستمر دائما الطقس الحار نسبيا بالجنوب الشرقي وبالمنطقة الشرقية كذلك وبأقصى الجنوب، كما يتوقع تكون سحب منخفضة وضباب بالشمال الغربي، فيما ستكون السماء غائمة بمنطقة الريف بالأطلس المتوسط والشرق، وقليلة السحب إلى الصافية بباقي المناطق مع نزول قطرات مطرية جد ضعيفة بالسهول الوسطى وكذلك بالسواحل الجنوبية.
أيام الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء وكذلك الخميس سيكون الطقس حار بالجنوب الشرقي وبأقصى الأقاليم الجنوبية، مع أجواء غير مستقرة بأقصى الشمال الغربي بمنطقة الريف وكذلك بالأطلس، وانتشار كتل ضبابية مع سحب منخفضة بالسواحل الأطلسية. درجات الحرارة خلال النهار ستشهد بعض الانخفاض بجل مناطق المملكة. أما الآن مشاهدينا، أترككم مع توقعات عواصم المغرب الكبير، أوروبا والشرق الأوسط.